سلام يا حلوين، إن شاء الله يا رب تكونوا كامل بخير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناة أم أحمد للوصفات الطبخ والتدابير المنزلية. اليوم جبت لكم أسهل وصفة لعمل ألذ ميني تشيز كيك راح تخدموه وراح تذوقوه في حياتكم. بالنسبة للوصفة بزاف سهلة وبسيطة والمكونات بسيطة والنتيجة خيالية. تابعوا معايا نشوفوا كيف راح نحضروه. نحتاج علبة إلا ربع من بسكويت برينو ولا أوريو ولا أي نوعية متوفرة عندكم. راح نرحيوه مليح بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. من بعد راح نضيفوا له حوالي 3 ملاعق كبار من الزبدة المذابة. نخليه الزبدة تبرد غير شوية ونضيفوها على البسكويت تاعنا ونخلطوه مليح مليح حتى يولي بهذا الشكل. بالنسبة للطبقة الثانية الطبقة الكريمية نحتاج علبة كاملة من الكريم فريش أو القشطة. نضيف عليها 3 ملاعق من السكر و3 حبات جبن لافاش كيري. طبعا تقدروا تستعملوا أي نوعية أخرى من الجبن إلا أنه لافاش كيري بنين بزاف ويعطي واحد لوغو هايل للكريم تاعكم. نطلع المكونات بسرعة متوسطة حتى نتحصل على كريمة تكون نوعا ما سائلة. من بعد نزيد لها 2 مغارف كبار ونصف من النشاء طبعا نصفيه مليح قبل ما نضيفه لاكريم تاعي ونعاود نطلعهم لمدة حوالي 10 دقائق. في هذا الوقت نكون ذوبت كمية من الشوكولا السوداء ولا البنية حسب الرغبة. أنا هنا استعملت السوداء وعطات بنا ما شاء الله. المهم بعد ما خليتها تبرد شوية صبيتها على لاكريم تاعي وحاولت غير بسباتول غير شوية نخلطها مليح حتى تخلطت لي كامل. اخر حاجه راح نضيفها هي البيض. راح نجيب 2 بيضات يكون الحجم تاعهم متوسط. اول حاجه نخلطهم مليح مع بعضهم ومن بعد راح نضيفهم للاكريم تاعي ونحاول اوسي بسباتول غير بشويه ندخلهم في هذيك لاكريم باه ما تهبطليش حتى نخلط مليح مليح البيض مع لاكريم تاعي. التحضير تاعو مداش مني وقت نهائيا، حضرته في دقائق وحتى المكونات بزاف بسيطة وغير مكلفة إطلاقا وخرج لي كمية لا بأس بها وجدته وديته معايا للحفلة وكيف صحاباتي كامل وعجبهم ما شاء الله وبداو كامل يسقسيو فيا على لاغوسات اللي بزاف سهلة وطريقة التحضير اللي بسيطة جدا. تبعوها برك بالخطوات وراح تخرجوا واحد الميني تشيز كيك ما شاء الله بنا لا تقاوم. بعد ما تكملوا تحبوا تحطوه في ليكيسات ولا في ليمول ديريكتومون. انا ننصحكم ديروا في ليكيسات ومن بعد في ليمول هكا يجي الشكل تاعو متقون خير. انا للاسف ما كانوش متوفرين عندي ليكيسات دونك درتو في ليمول ديريكتومون. حطيت الطبقه الاولى من البسكوي اللي كنت ديجا حضرته معكم من قبل بالزبده. من بعد صبيت على البسكويت الطبقه الثانيه تاع لاكريم طبيعه الحال اللي حضرناها لاكريم فريش والشوكولا والبيض والمكونات الاخرى. نحاول ندير طبقات متساويه. من بعد ندخل الليمون تاعي الفور نشعله غير من الفوق ونخليهم يطيبوا لمده حوالي 25 دقيقه على نار هاديه. بعد ما نخرجهم من الفرن نخليهم يبردوا غير شويه ونصب عليهم شوكولا من الفوق وندخلهم الثلاجه لمده حوالي 12 ساعه قبل التقديم. اخر حاجه كما راكم تشوفوا بعد ما خرجتهم من الثلاجه جمدت لي هذيك الشوكولا ولا كريم حكمت روحها. زينتهم شويه من الفوق بالكراميل. طبعا هذا المرحله الاخيره تبقى اختياريه وما تحبوا تزينوهم اي حاجه متوفره عندكم. وهكا نكون كملت الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم. جربوها وانا متاكده انه راح يعجبكم بزاف بزاف هاد لي ميني تشيز كيك واللوغو تاعهم هايل راح توليو مدمنين عليهم. دركا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه وتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده. في امان الله.